نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يكرمك. طيب، الحمد لله بخير. شو اسمك؟ عبد القادر عبد الله الأنصاري. ونعم. الله ينعم بحالك. عبد القادر، أي سنة؟ سنة أولى في الجامعة. ما شاء الله. ثاني فصل لي. أي تخصص؟ تخصص تسويق. وكم تحفظ من القرآن؟ الحمد لله أحفظه كاملا. ما شاء الله، وفقك الله وثبتك. آمين يا رب. وثبت جميعا إن شاء القرآن الله. في صدرك. من أين ستقرأ؟ سأقرأ من سورة البقرة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بسم الله. برواية حفص. برواية حفص إن شاء الله عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا عبد القادر، ما شاء الله. إن شاء الله. نفع الله بك. تقرأ بثبات ما شاء الله. صلى الله ينفع بك ويكتب أجرك. آمين يا رب. بالنسبة لي بعض الملاحظات: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عند الوقف بين الهاء. تمام؟ واضح. لا تقل ورحمة كذا هكذا كأنك تلفظ الميم مفتوحة دون حرف أخير تقف عليه. نعم. طيب، فمن حج البيت. حج. أيوة، يعني راعي شدة الجيم، ولا تأتي بها بالرخاوة، لا تقول حج البيت. تمام؟ واضح. طيب، خيرا أيضا مفخم. أيوة، على مراتب التفخيم لأنها مفتوحة. خا. طيب، إن الذين يكتمون،
ثم ابتدأت أولئك، صحيح؟ تحقيق الهمزة ممكن. لا، أليس أولئك هو خبر إن؟ نعم. أيوة، فكيف تقف على المبتدأ دون الخبر؟ فكان نعم. يلزمك أن تصل، تقول أولئك يلعنهم الله مثلا، ثم ترجع وتقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، فلا تقف على الاسم دون الخبر. بارك الله إن فيك شاء الله. ونفع بك إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور جزاك الله خير شيخنا، قراءة ممتازة، وعبد القادر ما شاء الله قرأت بثبات كما ذكر، لكن بس أضيف ملاحظة أو اثنتين. الأولى في الراء المفتوحة المشددة في بداية القراءة، الرحمن الرحيم، الفتح دائما يكون مع الشفتين بفتح، حتى لو كان الحرف مفخم فالتفخيم هو تسمين للحرف داخلي، فما نقول الرحمن الراء أتينا بالضم، يعني خلطنا الحرف إشمام صوتي أو غير صوتي عند أهل القراءات، بعض القراءات صوتية أو غير صوتي بالإشارة، فنقول الرحمن، لا الرحمن. تمام. هذه واحدة. الثانية إضافة إلى الوقف والابتداء التي ذكرها شيخنا، وقفت على كلمة أحياء، مع أنك لو وقفت على ما قبل وعلى أموات كان مكان للوقف، ثم تأتي ببل، يعني تبدأ بل أحياء، وبل حرف لك في اللغة ليس كثيرا، إضراب، يعني يضرب على ما. نعم صحيح، يضرب على ما قبله. ويأتي يعني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء، يعني ضربنا عليه، فأنت قلت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. نعم. وعندما ابتديت يعني أنت ما حتى بيان المعنى في ضربها لم يتبين، ثم بدأت، ولكن ركز على المعنى في الوقف والابتداء. فالتجويد كما أثر عن علي إن صح ذلك رضي الله عنه، يقولون هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. بارك الله فيك، أكتفي بهذا الشيء. الشيخ جاسم. جزاك الله خير شيخ عبد القادر، الله يعطيك العافية ونفع بك. ما شاء الله تلاوة جميلة راكدة مسترسلة. ما أضيف على المشايخ أي ملاحظة إضافية، ولكن أترك كذلك التعليق للشيخ هيثم يضيف على هذه الملاحظات. حياك الله شيخ عبد القادر، الله يحييك ويبقيك، ونفع الله بك وجعلك من أهل القرآن. آمين. لا أزيد على ما قاله أخي الشيخ جاسم، جزاه الله خير، لكن أنا أقول كما قاله، تلاوة مسترسلة، خامة صوت جميلة، لكن شيخ عبد القادر ينقصك التنوع في الصوت. القراءة كذا بوتيرة، جميل أن يتنوع الإنسان في الصوت. أنت قرأت شوية أيضا مقام الصبا، كان مقام جميل ما شاء الله، وهذا التنوع يتأتى بالسماع، لابد تسمع كثيرا للقراء، ثم تسمع وتقلد، ثم تسمع وتقلد، بعد فترة بتشوف نفسك تميز ووضعت بصمتك الذي هو صوتك الخاص بك. حفظك الله ورعاك. مجملا تلاوة رائعة وجميلة، وجزاك الله خير. الله يحفظكم الله يعطيك الصحة والعافية. وهذه الآيات التي قرأتها من الآيات العظيمة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه علامة على الصبر، أن الله قال: وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهم يعلمون أن الحياة الدنيا ليست بدار قرار. نعم صحيح. يعلمون أنهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الموئل والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى فنعمة المولى هو سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم. فأنت تذكر نفسك وتذكر غيرك بهذا الكلام. لكن كثير من الناس قد يخطئ في هذا، يعني إذا سمع أن فلان أصابته مصيبة ولا هو أصابه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن نص الآية أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وانظر إلى الجزاء العظيم المترتب على ذلك: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله سبحانه وتعالى سيرحمهم إن شاء الله في الدنيا، وسيرحمهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم رحمته، إنه جواد كريم. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء
ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.